بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كليفر مامي. سؤال النهارده وفيديو النهارده حلو قوي، واتمنى تسمعوه لاخر كلمه لانه حقيقي مفيد وهينظم لك حاجات كتير قوي في امور حياتك، خاصه انه الفتره الجايه كتير هيبقى في اجازه بقى نص السنه، وابداوا نظموا الدنيا في الاجازه استعداد لشهر رمضان. وانتظروا ان شاء الله الفيديو الخاص باستعداد شهر رمضان، احب الفيديوهات لقلبي. كل سنه وحضراتكم طيبين. هو عنوان الفيديو هو السؤال: ازاي البيت يبقى على طول نظيف وما تعبش كمان في التنظيف، ويمكن اكون انا كمان مش بتعب اساسا في التنظيف، ولكن هو على طول باين ان هو نظيف. تعالوا نشرح ونتكلم بشكل مستفيض اكتر. اولا لازم اعمل جداول تنظيف، جدول تنظيف. يعني في حاجات بتكون ثابته مرتبطه بمواسم، ودول 2 اساسيين عندي: بداية الصيف وبداية الشتاء. عاوزة تعملي واحد تالت كمان او واحد رابع كمان، دي حاجة بترجعلك انتي، لانها بتختلف حسب كل بيت والاستخدامات والدخول الكتير والخروج الكتير وحاجات كتير كده، يعني خاصة بقى بكل بيت ومساحته كمان. لكن 2 اساسيين: بداية الصيف وبداية الشتاء. بتشيلي البيت كله وتنضفي كل شيء في البيت. عشان كده مش عايزاكي تجهدي نفسك وتزودي العدد زيادة قوي عن 3، ولا تقلليه عن انه يكون مرة على الاقل في السنة. كل حاجة تتنضف، كل حاجة تتغسل داخليا وخارجيا، وتشوفي البيت محتاج ايه او ناقصه ايه. وده بيبقى التنظيف الموسمي لانه مرتبط بالمواسم. تاني حاجة التنظيف الشهري، وده بيبقى ليه بنود معينة، وساعات بيدخل مع التنظيف الشهري وده أكيد يعني التنظيف الأسبوعي، ليها الحاجات الخفيفة اللي بنعملها أسبوعيا. إننا بنشفط الأرض كلها، نكنس الأرض كلها سجاد وبين السجاد، ونغير الملايات، ولو في مفروشات تانية ممكن تتغير بتتبهدل عندك مثلا. البلكونات بتتنضف، الحمام بيتغسل كله أسبوعيا من فوق لتحت، والمطبخ بننضف البوتاجاز وبننضف الحاجات اللي على الرخامات وبنشيلها من مكانها وننضف تحتها. نفرز التلاجة ونعقمها ببخاخ فيه خل ومية. مش عايزة انسى حاجة، ولكن انا هسيب لكم كل الجداول في صندوق الوصف، افتحوها وشوفوا، هتلاقوها مكتوبة في شكل نقط معينة، وهتساعدكم كتير قوي في تنظيم امور حياتكم. اما يوميا فهو الترويق العادي، الحاجات اللي مش في مكانها بترجع في مكانها. لو في مكان محتاج ان انا اشفطه بالمكنسة او اكنسه لازم بيتكنس. متابعة الحمام اليومية وتطهيره، ومتابعة المطبخ برضو اليومية وتطهيره، خدوا بالكم من النقطة دي. ترتيب السراير وتهوية البيت مهم قوي، وتلميع الأسطح يوميا في الصيف، وممكن يوم ويوم في الشتاء. جداول التنظيف دي حقيقي هتساعدكم كتير، خدوها سكرين شوت واعملوها برنت، هتبقى موجودة عندك كمرجع ثابت وانت هتحفظي بعد كده مع المتابعة. واهم مميزات جداول التنظيف انها عبارة عن بنود معينة بمهام معينة هتقومي بيها، هتخلي شغلك مش كتير وانت عارفة بالظبط بتعملي ايه، بالتالي مش هتتعبي لان انت محددة بالظبط انت عاوزة تعملي ايه. ده اولا. ثانيا شكل البيت دايما هيكون نظيف شكلا وموضوعا، لانه احنا كستات مش بس الشكل هو اللي بيبقى بالنسبة لي مريح، انا من جوايا لازم اكون مقتنعة اني لما بفتح الدرج ده نظيف مترتب مفيش فيه اي لعبكة. الأوضة دي انا حاسة من جوايا ان هي نظيفة، فده الاحساس بتاعنا، الحاسة بتاعتنا احنا. ده كان ثانيا. ثالثا التنظيم والترتيب للبيت بشكل كامل، يعني ترتيب في كل حاجة، في كل ركن، في كل مكان، في كل درج، في كل ضرفة. مهم انه يكون لكل الغرفة المتعلقات الخاصة بيها، لكل صاحب غرفة متعلقاته الخاصة بيه في غرفته.
انا بشوف انه دواليب الملابس، دواليب المطبخ، الدواليب او الحاجات اللي بتكون بتنظم حاجات في الحمام مثلا، دواليب التخزين، المكتبة، المكاتب، التسريحة، الكومود، التربوهات، الحاجات الكبيرة دي عبارة عن منظم كبير للغرفة أساسا. يليه المنظمات الأساسية بقى اللي هي بتبقى داخل كل ضرفة أو داخل كل درج، دي اللي بتنظم بقى الحاجات الأصغر فالأصغر. فهي بالترتيب كده، الحاجات الكبيرة دي دولاب الملابس مثلا هو الأساس في التنظيم في الأوضة في الغرفة، بحيث ما يكونش فيه ملابس بره الدولاب. ويتبع كده المنظم اللي أنا هحطه مثلا في الدولاب ينظم لي الشماعات لوحدها، دي عبارة عن منظم. اي بوكس بتحطيه عبارة عن منظم بينظم حاجات جوه الرف او الضرفة اللي انتي حطاها علشان تستغلي اكتر. بالتالي انه اعمل درج جوه الدولاب دي بتبقى فكرة حلوة جدا جدا وبتساعد قوي في التنظيم. في ناس بتشتري تربوهات وبتحطها جوه الظرف لما بتكون كبيرة وعايزة تستغل مساحة اكتر فيها، وتعلق فوقيها الشماعات اللي فيها حاجات قصيرة شوية، بالتالي استغلوا مساحة كبيرة في ظرفة الدولاب اللي فيها علقة الشماعة. ونقيس على كده بقى كل حاجة موجودة، كل درج. كل ما هنظم الحاجات وكل ما هكون في قطع صغيرة في المكان ده، كل ما هكون محتاجة لمنظمات تنظمها لي. لازم استخدم منظمات تكون مناسبة لكل عنصر من العناصر الموجودة في المكان ده، ومحتاجة انظمها بشكل يكون متناسب مع شكلها ومع المكان اللي هي موجودة فيه. يعني استغل المساحة، لو الدرج مرتفع استخدم منظم مرتفع شوية او 2 فوق بعض، مهم ان انا استغل المكان بشكل مناسب. فكرة الادراج هي اكتر فكرة عملية في اي مكان موجود حقيقي في البيت. تنظيم وترتيب البيت هو يعني بحس انه ركيزة اساسية في نظافة البيت، وبحس انه بيعلم الافراد اللي في البيت وخاصة ولادك، لان دي حاجة بقت مفقودة كتير دلوقتي بين الولاد، قيمة انهم يتعلموا التنظيم في امور حياتهم، لانه خدوا بالكم المنظم منظم في كل حاجة في حياته. فدي قيمة هم بيتعلموها. بيتعلموا كمان الحفاظ على كل حاجة في حياتهم، وان كل حاجة ليها قيمتها ولازم احافظ عليها. فدي نقطة الحقيقة بحس انها مفقودة دلوقتي قوي في بيوت كتير. لازم نعلمها للولاد ان كل حاجة ليها قيمتها ولازم نحافظ عليها، والحفاظ عليها باني احطها في مكانها وتكون منظمة، وانه ابسط الاشياء بتتساوى في قيمتها مع اكبر الاشياء. الترتيب والتنظيم بيسهل عليكي جدا القيام بمهام التنظيف، لانه تخيلي ان انتي كل يوم كل حاجة انتي متعودة ان لها مكانها، حتى لو الولاد سايبينها مثلا على ترابيزة الليفينج او في غرفهم مثلا، لكن هي ليها المرجع بتاعها، ليها المكان اللي هترجع له. بالتالي سهل ان انتي على طول، او هم كمان الولاد يتعلموا النقطة دي، ودي حاجة مهمة قوي قوي. لعبهم ليها مكان معين انتي منظماها فيه، فسهل ان هم بيرجعوها في المكان ده. نقطة تانية كمان في التنظيم والترتيب انه بيسهل عليكي تلاقي الحاجة اللي انتي محتاجاها بسهولة، او كل افراد الاسرة مش كل حاجة هيبقوا محتاجينها هيجوا يسألوكي عنها، لانه معروف خلاص كل حاجة مكانها فين. فدي راحة تانية كمان بالنسبة لك. نقطة كمان تالتة في التنظيم والترتيب، دي الرابعة، وهي مشكلة ان احنا ازاي نتخلص من الكراكيب والحاجات اللي ملهاش لازمة عندنا. تنظيمك وترتيبك لكل حاجة في البيت هتقدري من خلاله تعرفي ايه اللي انتي محتاجاه وايه اللي انتي مش محتاجاه. مش لازم الدنيا تكون متبهدلة قوي علشان لازم متبهدلة كده يبقى في حاجات لازم تخرج. لا بالعكس، كل ما بتكون الحاجات منظمة وموجودة، هي لو ملهاش مكان يبقى هي فعلا ملهاش مكان، يبقى هي انتي مش محتاجاها. ولو هي عاملة زحمة في المكان اللي هي موجودة فيه وانا مش بستخدمها، يبقى خلاص هي فعلا ملهاش لازمة.
او على الاقل لو هي ملهاش لازمة حاليا، خاصة انه كتير قوي كانوا بيبعتولي بيقولوا لي انه في ناس يعني في البيت عندها جوزها او ابنها او اي حد، يعني في حاجات كتير بيحتفظوا بيها وبيحبوا يكتنزوا الاشياء. فالمشكلة دي علشان تتغلبي عليها خلي مكان لاكتناز الاشياء. انتوا فاهمين؟ يعني تمام، هو بيحب يكتنز الاشياء دي، اوكي، اخصص بقى انا مكان للاكتناز ده، بحيث ان هو ده المكان بتاعه، اللي بيشيل فيه حاجته وعايز يحتفظ بيها فيه، ما يربكليش بقى البيت كله، هو ده المكان بتاعه. حافظت على حاجته اللي هو عاوزها زي ما هو عايزها، وفي نفس الوقت انا ارتحت، فما تشيليش مشكلة المكان ده. وفعلا هي مشكلة الكراكيب دي هي اللي بتحسسك فعلا ان انتي مش عايزة تنظفيه، ملكيش نفس تنظفيه، مش مقبلة اساسا على الفكرة، حتى لو انتي حتى عندك الحماس ان انتي تقومي بيها، ولكن فكرة وجودها بيربكك ويخليكي تفكري مليون مرة قبل ما تقدمي عليها. عايزة اوضح نقطة مهمة قوي، كل اللي انا قلته ده مش هيحصل في يوم وليلة ولا في اسبوع، هياخد منك وقت، ولكن مع الوقت ده قدام هترتاحي كتير كتير كتير، لانك حطيتي خلاص القواعد اللي انت هتمشي عليها. جدول تنظيف هينظم لك الامور وهيحدد لك المهام اللي هتشتغلي بيها، بالتالي مش هتتعبي. ثانيا تنظيم وترتيب برضو هيساعدك جدا انك تقومي بالمهام اللي انت هتقومي فيها في جداول التنظيف، بالتالي البيت على طول هيكون نظيف، البيت على طول هيكون مش متعب بالنسبة لك ولا شايلة هم، وهيكون عندك وقت لحاجات تانية تعمليها في حياتك، وده طبعا بيفيد جدا اي ست بتشتغل. ويكفي انك هتلاقي كمان وقت لولادك ولمذاكرتهم ولحياتهم كمان، هي حياتهم مش كلها مذاكرة، انت اكيد لازم بتكوني داخلة في كل حاجة في حياتهم. كل حاجة محتاجة ان انا ابدأ فيها، طريق مش بيبان غير لما ببدأ فعلا امشي فيه، فنبدأ وما نستعجلش، هتلاقي الخطوات بتمشي متتابعة مع بعض وورا بعض، وانا معاكم برضو في اي سؤال تحتاجوه. اتمنى يكون الموضوع النهاردة كان مفيد وعجبكم، وهستنى تعليقاتكم الجميلة كالعادة. تحياتي ليكم، وهشوفكم ان شاء الله فيديو جديد لكليفر مامي في رعاية الله.